ايش مقدار الفروق يعني الفروق الشخصية، الظروف نفسها المحيطة. يعني موضوع النمذجة معروف انه يعني يعني مهم جدا في الاستفادة من تجارب الآخرين. انهم هذا وصل إلى المكان الفلاني، أستطيع أن أصل إلى المكان الفلاني إذا اتبعت نفس الاستراتيجيات ونفس الطرق. لكن ستيل في ليست يعني ظروف كل واحد زي ظروف الآخر، ولا إمكانياته ولا أدواته. يعني أنت عارف الموضوع. إيش مقدار أثر هذا على الموضوع؟ حلو. اذا انا فهمت سؤالك صح يا بدر، انا يمكن وانا بقول الاستراتيجيات بتاعت ازاي نتفادى المعاناه وهكذا، وازاي نعمل اكسلريشن او ازاي اوصل اسرع للهدف بتاعي واعيش وانا مستمتع بالحياه، انه اعلى حاجه واسرع حاجه انه اشوف الشخص اللي سميته انا رحاله، اللي كرس حياته لرحله معينه ووصل للوجهه اللي هي بالنسبه لي حلم هو عايشه، هو واقع عايشه. لما هذا الشخص اقدر احط ايدي عليه، يبقى عندي اكسس عليه، واعرف اقول له انا شخصي، انا واقف في الرحله في المنطقه الفلانيه، لو سمحت اديني وجهه نظرك، فهو هيديني وجهه نظره وهيديني الاستراتيجيات. لكن انا لازم في المرحله الثالثه من فكره ان انا ما ابقاش بعاني في الحياه، لازم ابقى فاهم ان هي رحلتي انا بالاختلافات الكتير اللي انت قلتها. يعني مثلا لما انا اروح النهارده واقول انا هتعلم عن فكره آه بناء الثروات والحريه الماليه من شخص اسمه جرانت كاردون، طيب في قدر اختلافات كبير جدا. اولا الراجل عايش في بلد غير البلد، عايش في امريكا وانا عايش في مصر. الراجل عايش في ثقافه وانا في ثقافه. الراجل من فكر وعقيده غير فكري وعقيدتي مثلا. ولكن هنا يجي بقى دور حاجه مهمه قوي يا بدري، وده اللي يعمل لنا الاكسلريشن. فكره انه زي ما انت قلت كمان، هاخدها من على لسانك، الحكمه ضاله المؤمن. انا عايز الحكمه، ومن الحكمه اني اخد ما يناسب مرحلتي وقناعاتي وثقافتي اللي انا متبنيها ومش عايز دلوقتي اغيرها. لانه وارد جدا وانت ماشي في رحله التطور انك تتخلى عن حاجات كنت تظن انها ما ينفعش حد يقرب منها. في رحله نمو البشر اصلا عشان اي بني ادم يتنقل من مرحله لمرحله، لازم يتخلى عن شويه قناعات وافكار كانت مناسبه لوقت سابق. زيها زي فكره بالظبط كده الاطلاق الصاروخ. اما تيجي تشوف الصاروخ ده عشان يطلع الفضاء ويطلع بره الجاذبيه الارضيه، في كل مرحله لازم يفصل جزء ويرميه، لانه عامل له تقل، ما بقاش يأدي، ما بقاش يدي الباور اللي هو عايزه، بل بالعكس بقى حمل، فيفصله ويترمي ويبقى اسرع، يطلع لطبقه اعلى وهكذا. كذلك الانسان في درجات الوعي و فتاني انا ببقى وانا باخد من الاكسبرت، وانا باخد من هذا الشخص اللي حلمي بالنسبه له واقع هو عايشه، انا باخد ما يتماشى مع المرحله. وعندي المرحله كمان هنا عايز اقول على حاجه مهمه قوي، يمكن برضو من السؤال الجميل بتاعك. يعني في المثال اللي شرحته بتاع أليكس هرموزي لما راح يدفع مبلغ وقدره لجراند كاردون، قال حاجه حلوه قوي. قال انه لو انا النهارده البيزنس بتاعي مثلا، عندي بيزنس بيعمل 100,000 مثلا في الشهر، وانا وصلت لفلان، حد بتابعه، حد قادر يبقى عندي اكسس عليه، قادر اعمل معاه استشاره 1 تو 1 ايا كان، البيزنس بتاعه بيعمل 100 مليون دولار كل شهر. هل ده الوقت الطبيعي او المناسب ان انا اروح اطلب ان انا ادفع مبلغ وقدره لهذا الشخص علشان اتعلم منه استراتيجيات واطبقها في الواقع بتاعي؟ هل ده الوقت المناسب؟ هل ده الشخص المناسب دلوقتي؟ ده سؤال يا بدري. أنا أقول على حسب المرحلة اللي أنا فيها. انا بديك مثال، انت البيزنس بتاعك دلوقتي بيعمل 100,000 ريال في الشهر، وحجمه يدوب يعني 100,000 ريال في الشهر. هو البيزنس بتاعه بيعمل 100 مليون دولار في الشهر. هل ده الوقت المناسب اللي اقول انا عايز استثمر مع الشخص ده على ليفل، على مستوى 1 تو 1؟ أنا أقول لا. شكرا. ليه لا؟ لانه انا مش يعني مش دي المرحله اللي بعد المرحله اللي انا فيها، مش دي صحيح. المرحله. فده تاني من الحكمه، ده تاني من الوعي، وده تاني من راحه البال.
انا عايز حد يطلعني من المرحله اللي انا فيها للمرحله اللي بعدها، واخدها واروح اطبقها على وضعي الحالي، على تحدياتي الحاليه وهكذا. فكل الفروق دي بتطلع او التطبيق على الارض بيطلع عندك الحكمه اللي بتجاوبك على سؤالك. لما تروح تطبق هتفضل تصطدم وقت التطبيق. هو احلى حاجه في الكوكب انه طول ما انت بتطبق هتصطدم بكذا حاجه. هتصطدم بجهل محتاج منك تتعلم حاجه انت ما تعرفش عنها حاجه. هتصطدم بقناعه لكم من الوقت انت تبنتها، وهتكتشف وانت بتطبق ان القناعه دي ما بقتش تخدمك، فانت محتاج تتخلى عنها. خليني ادي لك مثال يعني ممكن يعمل هزه كده في دماغنا. يعني انا من القناعات اللي فضلت عايش بيها في البيزنس طول الوقت انه فكره العطاء والكرم، زي ما قلت في الاول ان انا لما هكرم عباد الله ربنا هيكرمني. فكان كرم غير مقيد، ملوش اطار، ملوش حدود، وصل الى حد السفه. فالكرم وصل لغايه فين؟ انا بطبق وانا ديني بيقول لي خليك كريم، قناعتي الشخصيه بتقول لي خليك كريم، تجربتي على الارض بتقول لي ان كل مره كنت بكون فيها كريم ربنا بيكرمني اكتر. الناس اللي اتعلمت على ايدهم الجامدين جدا متبنيين جدا فكره انه جيفرز جين، اللي بيدي بياخد اضعاف اضعاف اضعاف. السايكولوجيست، الناس بتوع السايكولوجي يقول لك ذا لو اوف ريسيبروسيتي، انه في قانون في عالم السايكولوجي انه لما تدي للناس وتعطي للناس بتزرع جوه قلوبهم فكره انه عايز يعطي ليك في المقابل وهكذا. فكانت مسيطره عليا جدا فكره العطاء بلا حدود بلا مقابل، وما كنتش عارف وقتها انه المعنى ده مش عطاء، ده سفه. فكان من ضمن الحاجات اللي انا بعملها في تحت مسمى العطاء انه انا اصبحت المدرب الشخصي للفريق اللي شغال معايا. طب والفريق بقى بيكبر، وانا عندي قناعه بتقول لي انه الاستثمار في الفريق بتاعك هو اللي هيساعدك انك تكبر، وكل ما كان الفريق قوي كل ما كان البيزنس اقوى. صح جدا، صح جدا. بس ما ينفعش اوصل لمرحله انه يبقى عندي البدري من العملاء الايديال بالنسبه لي اللي انا احب اخدمهم ونقدر نتقاعد مع بعض قيمه مقابل مال وبدري عايز يحجز معايا وقت 1 to 1 سيشن، بس انا ما عنديش وقت لانه انا مستهلك بدرب الفريق بتاعي على مشاكله الشخصيه والعمليه وكل حاجه. فبعد شويه ادركت انه لا، دي قناعه مغلوطه. فتاني، طول ما انت بتاخد العلم وتروح تطبقه على واقعك بادواتك بحياتك، انت هتقعد تصطدم بالحاجات دي اللي انت محتاج تغيرها وتعمل كاستمايزيشن وايه اللي تشيله وهتصطدم بجهل. هتلاقي حتت فيها عندك جهل، هتصطدم بحتت انت عندك فيها المعلومه الصح والاستراتيجيه الصح لكن ترجمتها مغلوطه جوه عقلك زي اللي انا قلته من شويه وهكذا. فالتجربه هي خير مدرب ليك. التجربه خير مدرب يرد على سؤالك ده. جاوبتك؟